السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملة ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. اولا النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض عجينة هتنفع معاكي في كل الوصفات اللي عاوزة. بصي تحشيها بصي، يعني تعملها بيتزا في الاول، هتحشيها لحمة، تعمل حواوشي اسكندراني، تحشيها جبن. بص، اي حاجة، بيض مسلوق، بطاطس مسلوقة، تهرسها على بعضيها وتيجي عاملاها برضو بالعجينة دي، يعني تنفع معاك في كل حاجة. ماشي. في الاول حطينا حبة ملح، نص معلقة ملح، معلقة سكر، الخميرة، كوباية ونص مية زي اللي انا كنت اما احط بها الزيت. المهم مقدار كيلو الدقيق ليه نص كيلو. الله اكبر، شفت الكيس فلت مني ازاي؟ بس على فكرة يا جماعة، الدقيق ده انا محللاه ومعبيه في الكيس تاني، اهم حاجة تحلليه بأي، حتى اللي هي المصفى الصغنطوطة السلك عادي ينفع. ماشي، عشان لو في اي سوسة اي حاجة كده تطلع معاكي. ماشي، يعني ما تعجنيش كده على طول وبس، لا لازم تحلليه. زي ما قلت لكم، حبة سكر، حبة ملح، خميرة معلقة، نص كوباية زيت، هنحط كوباية ونص مية. هو المقدار كل المية نص كيلو بس، فقط لا غير. ماشي، هنيجي عجنين واحدة واحدة، وهاجي حاطة شوية المية الباقيين اللي باقيين من نص الكيلو، لان انا عارفة المقدار اللي انا عاوزاه. ما تحطيش نص كيلو المية كله، تبقى حاجة بسيطة نعوزتيه حطي، ما عوزتوش خلاص. اهم حاجة العجينة تبقى حلوة، ولا ناشفة ولا طرية، تبقى بالقوام ده اللي انا عاملاه. وعاوزة العجينة تعرفها ناشفة ولا لا، اهم حاجة لا تكون المعون مغرق عجين ولا ايدك فيها عجين، تبقى ايدك والمعون نضاف، مفهومش عجين في الحروف، ولا ايدك فيها ايه عجين. ماشي، شايفه هويتي بعد ما تختمر معاكي، انا محبطها شويه كده عشان تبقى ايه، ما عقبال ما بس هجهز الخلطه، اجيبها واجيب الصينيه ومش عارفه ايه، مكنتش لسه عملتهم. لو انت مش عاملاهم برضو حاول ايه تخليها برضو هبطها شويه، عشان ايه ما تزيدش منك تاني، وغطيها الخمس دقايق اللي تجهزي فيهم ايه غطوهم فيها. عاوزه بيتزايتين كبار اعملوهم في صنواني كبيره، عاوزه 3 هتعملها 3. المهم الكيلو تعمل 3 بالزيت وسط، لو هتعمل 2 يبقى هما 2 بس. يلا اعملها وجربيها، والسلام عليكم.